بص بقى يا صاحبي، دول اكتر موبايلين عاملين قلق في السوق دلوقتي ومنافسه قويه، وهو موبايل الريدمي نوت 12 نسخه الفور جي والريلمي 9 اي. طبعا الموبايل ده نازل من اكتر من سنه، ولكن الموبايل ده لسه نازل من شهر. طب ليه في منافسه؟ لان المواصفات متقاربه جدا، والسعر كمان يعتبر واحد الاثنين للنسخه ال 4 جيجا رام بحوالي من 6200 ل 6500 في السوق المصري وقت تصوير الفيديو ده. بس فمن غير كلام كتير يلا بينا نعمل مقارنه كامله ما بين الموبايلين دولت ونعرف مين الاحسن والافضل فيهم، لان دي اكتر فئه ممكن اي حد يعرف يشتري فيها دلوقتي. وكمان الموبايلات دي فعلا كويسه وينفع الاستخدام بتاعها يكمل معاك لاكتر من سنتين بدون اي مشاكل. فيلا بينا بقى. فنبدا بالتصميم، وهتلاقي موبايل الشاومي بيجي بماسكه فعلا مثاليه جدا وحلوه، وطبعا تصميم الكاميرات بشكل شيك جدا ومختلف عن الفئه السعريه دي شويه، فدي نقطه كويسه. ولكن قصاد ده الريلمي اللون بتاعه وهم بمعنى الكلمه، ومن احلى درجات اللون اللبني اللي انا لغايه دلوقتي شفتها في حياتي على اي موبايل فئه اقتصاديه او متوسطه يعتبر. وكمان الانعكاسات مع الاضاءه بتبقى جميله جدا، ولكن بمجرد ما بتلف الشاشه كده بتلاقي فرق كبير جدا ما بين الموبايلين. اول حاجه بالنسبه للريدمي نوت 12 من شاومي، فالموبايل ده بيجي بشاشه اموليد بمساحه 6.67 انش، وكمان بجوده فول اتش دي بلس، وبمعدل تحديث او ريفريش ريت 120 هرتز. وحقيقي الشاشه دي مميزه جدا في الفئه السعريه دي. اما بالنسبه للريلمي فبيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي مش اموليد، وبيجي بمساحه 6.6 انش وبجوده فول اتش دي بلس، ولكن معدل تحديث 90 هرتز بس. فطبعا في اختلاف في تجربه مشاهده المحتوى على الموبايلين، وطبعا تجربه مشاهده المحتوى على الشاومي مريحه اكتر، ولكن ده مش معناه ان تجربه مشاهده المحتوى هنا وحش. ولكن بالنسبه بقى للتجربه الصوتيه في الموبايلين فالاثنين مش استيريو، ده طبعا حاجه مش حلوه للمستخدم العادي. ولكن في الفئه السعريه بتاعت 6000 جنيه صعب تلاقي تجربه ستيريو اصلا، لان طبعا الاسعار نطت، فتجربه الفئه دي ما بقاش فيها ستيريو يعتبر. فكده في نقطه الشاشه شاومي بتتفوق، فهي اللي هتاخد النقطه. ولكن بالنسبه للبصمه بتاعت الموبايل فبص كده يا معلم، الشاومي اهو بمجرد ما لمست فتح على طول. بص تعالى بقى بص الريلمي، والبصمه برده في زرار الباور، ولكن تعالى بص كده اهو بيفتح برده على طول بمجرد ما يلمس، ولكن بياخد وقت من الثانيه اكتر سنه من الشاومي، ولكن الاثنين ما بيعلقوش والاثنين شغالين بكفاءه. وبالنسبه للبروكسيميتي سنسور او مستشعر التقارب فبرده الموبايلين بيوفروه كهاردوير، مفيش اي مشكله في النقطه دي، والمره دي شاومي ما خستعتش في النقطه دي. وبالنسبه طبعا للشبكات فالموبايلين الشبكات فيهم كويسه، وطبعا الموبايلين بيدعموا تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. ولكن بقى تعالى ندخل على العتاد الداخلي وهو الاداء. الموبايلين تقريبا بيجوا بنفس المعالج او اختلافات بسيطه جدا. الريلمي بيجي بمعالج السناب دراجون 680 مع معالج رسوميات ادرينو 610. اما بالنسبه للريدمي نوت 12 فبيجي بمعالج من سناب دراجون برضو وهو ال 685. الشاومي وقع ايا كان، اللي ما بيقدمش تجربه مختلفه عن ال 680 فيعتبر الاداء متساوي. بالنسبه مثلا لعبه بابجي فدي تجربه الاعدادات للموبايلين، فالموبايلين دولت مش هدفهم جيمنج كشكل اساسي، ولكن هتاخد منهم تجربه 30 فريم مستقره في بابجي، وبشكل عام تجربه متواضعه في الجيمنج. وبالنسبه للتحديثات والابديتس فالموبايلين يعتبر ابديتد، ولكن طبعا شاومي احدث شويه عشان لسه نازل جديد. فشاومي بيجي بواجهه المي اي 14 احدث واجهه من شاومي مع اندرويد 13. اما الريلمي وصل له تحديث اندرويد 12 في شهر واحد اللي فات، فهو على اندرويد 12 مع واجهه ريلمي يو اي 3.0، فيعتبر مفيش فروق كبيره. ولكن شاومي هياخد ابديتس اكتر لفتره لانه نازل بعد سنه من نزول الريلمي. طيب بالنسبه لنقطه مهمه جدا بتفرق مع ناس كتير، وهي البطاريه وسرعه الشحن. الموبايلين بيجوا بنفس البطاريه 5000 ملي امبير ونفس سرعه الشحن، والشاحن في العلبه اكيد 33 واط، فبرضه تكافؤ في النقطه دي جدا. والموبايلين ما تخلوش عن مدخل السماعات ال 3.5 مللي لسه موجود في الموبايلين طبعا، لان ده بيبقى نقطه مستهدفه في الفئه دي. ولكن نوقف هنا المقارنه بقى ونبتدي نتكلم عن الشاومي بشكل خاص، لانه بيتفوق في حاجتين عن الريلمي 9 اي، الا واول حاجه هي وجود مستشعر الاي ار بلاستر اللي مشهوره بيه سلسله الريدمي نوت 12 من شاومي دايما، او ريدمي نوت بشكل عام من شاومي دايما بيجي مستشعر الاي ار بلاستر. طب ده بيعمل ايه يا علي؟ بيستخدم الموبايل كريموت، يقفل التكييف، يفتح شاشه التلفزيون، يعمل اي حاجه مع اي جهاز سمارت مدعوم في النقطه دي. فالحته دي كويسه جدا ولطيفه، والصراحه بتميز سلسله الريدمي نوت من شاومي عن اي شركه تانية بشكل عام. ولكن بالنسبه بقى للفعلا الفرق اللي هتحسه لو انت واحد بتحب تصور بالموبايل، وهنتكلم عن الكاميرات دلوقتي، ان الريدمي نوت 12 بيجي بعدسه واسعه الترا وايد، ولكن النقطه دي مش موجوده اصلا في الريلمي. الريلمي اتخلى عن العدسه الواسعه لان هو حب يقلل الكوست بتاعته في النقطه دي،
فساعتها كان متخلي عنها. فدي تفرق لو حد بيحب التصوير، رغم ان كواليتي الصور بشكل عام ما بين الموبايلين مش محتاجين نطول فيها قوي. لو عايزين فيديو مخصوص اكتبوا لي، ولكن دي شوتات راندوم في الاستوديو كده، فهتلاقي مفيش اختلافات كبيره عادي. يعني الاتنين بيقدموا تجربه متواضعه. في واحد ممكن يحب لوك الموبايل ده، واحد ممكن يحب لوك الموبايل ده، سواء في السيلفي او في تجربه الكاميرا الخلفيه. فيعني الفروق مش جوهريه، هم متواضعين في الفئه السعريه دي. مش افضل اداء اكيد ممكن تاخده لو انت حابب تتصور كتير، ساعتها هتعلى بالفئه السعريه اكتر من 7000 جنيه. وبرده لو انت بتحب لغه الارقام، فالموبايلين بيجوا بكاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل، ولكن زي ما بقول لك تجربه متواضعه، عشان كده ما تعمقتش في التصوير، لان هم مش وحشين بس مش الحاجه المثاليه للتصوير اللي ممكن نستفيد ونتكلم عنها كتير. وبالنسبه للكاميرا الاماميه ففي الشاومي 13 ميجا بكسل، اما في الريلمي 16. ولكن بشكل عام تجربه السيلفي احسن شويه في الريلمي عن الشاومي الصراحه. فبشكل عام بالنسبه للاسعار، عشان اقول لك الخلاصه بقى، فالموبايلين بيجوا بسعر 6200 ل 6500 للنسخه ال 4 جيجا رام، ولكن الريلمي بيجي بنسخه بس واحده بعد كده، وهي 6 جيجا رام، تقريبا سعرها دلوقتي 6700 جنيه 6800 جنيه. اما بالنسبه لشاومي فالنسخه ال 6 جيجا رام بتاعته ب 7000 جنيه، والنسخه ال 8 جيجا رام كمان بتيجي ب 7500، ولكن انا شايفها كقيمه مقابل السعر ام 7500 دي بلاش. خليك في النسخه 6 جيجا رام من الموبايل ده او ال 4 جيجا رام، وفي نفس الكلام الموبايل ده. طيب يا علي تنصحنا بمين؟ صراحه بالنسبه لنقطه العدسه الواسعه، بالنسبه لنقطه الاي ار بلاستر، بالنسبه لنقطه الشاشه اللي هي اقوى حاجه بقى فعلا، وبالنسبه لنقطه الابديتس النقطه الرابعه ان انا هاخد ابديتس في ده سنه اكتر من الموبايل ده، ففعلا يخليني اقول لا، انت روح للشاومي نوت 12. تجربه مستقره، تجربه كويسه جدا فعلا. التجربه دي مثاليه في الوضع الحالي، والموبايل ده اخترق التسعير، صعب موبايل لنفسه الفتره دي. موبايل ريلمي انا كنت لسه برشحه ولسه هرشحه لو انت مش بتحب واجهه شاومي، رغم ان مفيش اي بجات في الموبايل ده، ولكن انا لسه هرشحه لو انت مش بتحب موبايل شاومي او حتى بتحب اوبو وريلمي بشكل عام، فساعتها الموبايل ده هيكون اختيار مثالي حتى لغايه دلوقتي، رغم ان هو نازل بقاله اكتر من سنه. بس كده يا معلم، دي كانت كل حاجه في المقارنه، حاولت انجز قدر الامكان. اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش تدعمه باللايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واكتب لي في التعليقات تحت اي حاجه انت محتاجها عن اي موبايل، او لو حتى عاوز نعمل مقارنه العاب، مقارنه تصوير، اي مقارنه ما بين الموبايلين دولت، او اي معلومه انا ما قلتهاش، اكتب لي في التعليقات، وباذن الله هعمل لك عنها فيديو، او على الاقل هعمل لك ستوري على يوتيوب هنا او انستجرام. وصحيح تابعني على انستجرام وتيك توك وفيسبوك برضو موجود اللينك بتاعه في الديسكربشن، لان بنزل محتوى جميل جدا في الشورتس فعلا بيفيد. وفيديو زي اللي انت شايفه ده اللي هو مثلا ممكن يكون عدى ال 10 دقائق او ما اعرفش كام حسب المونتاج، ممكن تلاقيه ملخص في شورت او ريل سريعا في خلال 30 ثانيه بس، اجيب لك فيهم الزتونه كده لو انت مش تحب الفيديوهات الطويله. فتابعني على انستجرام وتيك توك هتستفاد جدا. وبس كده، ده كان فيديو لذيذ يستاهل التحفيز.